السلام عليكم. تصريح خطير من قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش يفاجأ المنتخب المغربي بعد خسارة كرواتيا أمام الأرجنتين يصدم الملايين. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الكرواتي وتأهله إلى المباراة النهائية، لينتظر الفائز من مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، فقد صرح بعد هذه المباراة قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وقال: لقد كانت مباراة معقدة أمام المنتخب الأرجنتيني، ولقد ظهرنا بمستوى جيد خلال الشوط الأول، ولكن الهجمات المرتدة للمنتخب الأرجنتيني هي التي قلبت المباراة. وسأله أحد الصحفيين الفرنسيين: من تعتقد المنتخب الذي سيواجه المنتخب الأرجنتيني في النهائي، المنتخب المغربي أم المنتخب الفرنسي؟ فرد وقال: نحن في كأس العالم لا يعترف بالتاريخ أبدا، فنحن هزمنا المنتخب البرازيلي وكنا ندا قويا للمنتخب الأرجنتيني، لكن ما فعله المنتخب المغربي يستحق كل التقدير والاحترام من الجميع. فالمنتخب المغربي صنع ملحمة كروية في هذا المونديال، وأقصى جميع المنتخبات الأوروبية الكبرى مثل المنتخب الأسباني والمنتخب البرتغالي، وهزم المنتخب البلجيكي وتعادل معا أيضا. فنحن لعبنا مباراة جيدة أمام المنتخب الأرجنتيني، ولكن الأرجنتين هي من فازت بالنهاية. أعتقد أن هذا السيناريو سيحدث في مباراة فرنسا والمغرب. فرنسا ستلعب، ولكن المغرب هي من ستفوز في النهاية. وفي النهاية أريد من الجميع أن يدعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي. اللهم اجعل مرمى المنتخب الفرنسي مليئا بالأهداف المغربية. اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا ضد كيليان مبابي وزملائه في المنتخب الفرنسي. اللهم احمي لاعبي المنتخب المغربي من العين والإصابات، واجعلهم يدمروا المنتخب الفرنسي تدميرا. اللهم انصر العرب والمسلمين والأمازيغ في هذا المونديال من أجل الحلم الكبير بالفوز بكأس العالم. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.